السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يجعلها ايام مباركة علينا. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. واللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له يا رب ويديها له. وكل اللي بيتمنى ويدعي دعوة حلوة ان شاء الله بإذن الله ربنا يحققها له. النهاردة عندنا فيديو. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونسمي بالله. انا النهاردة هعمل لكم طريقة الطحينة. انا كنت محتاجة طحينة فرحت عشان اشتري. المهم الراجل بيقول له هات ب50 جنيه فاداني حبة قليلين خالص. فانا قلت طب انا ما راح اعملها في البيت احسن. فالمهم جبت نص كيلو سمسم وقلت هعمله نص كيلو سمسم ب65 جنيه. ب65 جنيه. اللهم صل على سيدنا محمد. جبته وهعمله في البيت انضف واحسن. والكمية هتبقى اكتر. وانا كده وفرت. وحاجة نظيفة وحاجة انا عملتها بايدي. كده انا جبت نص كيلو سمسم حطيته هنا كده في الصينية ديت او في الطاسة دي. وجبت عليهم 3 معالق دقيق. 3 معالق دقيق. مش عايزة تحط عليها دقيق ما تحطيش، بس الدقيق بيضاعف الكمية. وبره بيحطوا دقيق اكتر من كده. بره مش بيعملوها يعني سمسم بس لا بيعملوا بدقيق ودقيق اكتر من كده. او فول سوداني. المهم ان هما بيخلطوها ما بتبقاش سمسم بس. مسكت ال3 معالق دقيق قلبتهم على نص كيلو سمسم قلبتهم وحطيتهم على البوتاجاز. هدي عليهم البوتاجاز. انا مش عايزاهم ولا يحمروا ولا يصفروا. انا بس هطلع الرطوبه منهم. هطلع الرطوبه يعني ايه يدفوا معايا كده واول ما احس ان انا حطيت ايدي حسيت بدفيان السمسم. هروح طافيه عليهم. انا ولا عايزاهم يحمروا ولا عايزاهم يصفروا. اطلع بس الرطوبه بتاعت الدقيق والسمسم. هقلبهم تقليبه حلوه كده. واول ما احس ان هم سخنوا معايا هطفي عليهم. ماشي. صلوا كده على النبي عليه الصلاه والسلام. واطلبوا من ربنا كتير ان شاء الله ربنا هيديكم ما بتتمنوه. وكل اللي بيتمنى حاجه حلوه لحد ربنا بيقول له ليك وبالمثل. يعني انا بتمنى بشوف حاجه حد بقول بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده فربنا بيقول ربنا يزيدك انت كمان. الدعوه بتترد لك. نتمنى الخير لبعض نتمنى الحاجه الكويسه لبعض. ندعي كتير قوي الايام المباركه دي علينا. ان ربنا يوفقنا يا ربنا يحقق لنا امنياتنا ربنا يا ربي. يرزقنا جميعا يا رب ويهدينا ولادنا جميعا. ويصلح حال ولادنا يا رب العالمين يا رب يا رب. امين يا رب. كده انا بقى ايه خلاص انا حطيت نزلت السمسم بعد ما طلعت الرطوبه منه. ودفي معايا هبتدي بقى اطحنه هنا في المطحنه دي. المطحنه بتاعت الخلاط. اللي هي بتاعت التوابل. هطحنه عليها. تمام كده. على قد كده المطحنه ما هتاخد معايا. هطحنه. وهوريكم. اهو انا كده بوريكم اهو. كده بعد ما طحنته على المطحنه بتاعه الخلاط. اهو انا عايزاه كده ناعم. بطحنه ومخلصهم. وشوف هنعمل فيهم ايه. بس كل اللي اتفرج على الفيديو يحط لي اللايك. واللي ما اشتركش يشترك. عايزاكم تشرفوني كده في القناه. وتنضموا معايا للقناه بتاعتي. ان شاء الله هتشوفوا معايا فيديوهات حلوه. هتعجبكم. يا رب ان شاء الله. اكتبوا لي كومنت حلو حطوا لي تعليق حلو. زيكم كده. يا رب. ربنا يحقق لنا امنياتنا ودعواتنا يا رب العالمين. يصلح حال ولادنا ويوسع في رزقنا جميعا يا رب العالمين. اهو انا كده بوريكم اهو بعد ما هو انا عايزاه بصوا ازاي. تحسوا ان هو كده عامل بقى زي العجينه. عامل كتل. انا عايزاه كده. وهاخده وهو سخن احطه فين. هطحنه على الخلاط بقى. انا كده عملته على على بتاعه التوابل. طحنت السمسم مع الدقيق. وهو سخن مش هخليه لما يبرد. واروح اجيب الخلاط بتاعي. وشوف هحط كام كوبايه زيت. انا حطيت الزيت الاول. عشان عايزه اعمل ايه. اضرب الزيت الاول عشان الزيت يخف معايا. يعني ايه الزيت يخف معايا. ما يبقاش تقيل. لما اجي احطه في الطحينه. الطحينه تسقط لتحت. والزيت يطلع لفوق. لان الزيت بيبقى تقيل. لما تحطيه مع اي حاجه الزيت بيطلع بيقب لفوق. انا كده حطيت قد ايه حطيت 3 كوبايات زيت. 3 كوبايات. بص بقى الضربه دي للزيت بس. عشان الزيت يخف. يخف كده التوازن بتاعه الوزن بتاعه بيبقى تقيل. فانا عايزاه يبقى خفيف مش عايزاه يبقى تقيل. ويطلع لي فوق والطحينه تسقط تحت. عشان كده انا هضرب البتاعه دي كده. لمده 5 دقايق 10 دقايق. وابتدي بقى احط بقى ايه. السمسم بتاعي. هنزل كده بقى معلقه معلقه كده.
واضرب فيه وهو على الخلاط. اوريكم اهو، هتطلع احلى طحينه، هتطلع كميه حلوه، حاجه نظيفه. انا زي ما بقول لكم كده، انا رحت السرجه بقول له عايزه 50 جنيه طحينه، اداني حبه في كيس لا يذكروا. فانا قلت طب انا ليه، رحت عند العطار ورحت جايبه الدقيق، جبت السمسم، وانا عندي الدقيق وعندي الزيت، واعمل حاجتي في البيت، هتطلع كميه كبيره وهتبقى انضف والله. وعلى فكره ولا خدت مني وقت ولا زيطت لي حاجه وسهله جدا اهو. بصوا زي الخلاط شغال، انا نازله معلقه معلقه اهو زي ما انتوا شايفين كده، بضرب والخلاط شغال، بنزل بالسمسم والخلاط شغال، مش بقفل زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا الطحينه، عارفين بقى لما نزلت وقعدت وحطيتها في التلاجة تقلت اكتر من كده، تقلت اكتر من كده. يعني انا لو خدت منها معلقتين بس عشان اعمل سلطه الطحينه جنب وجبه اكل، والله العظيم 3، يعني هقول لكم ايه، هتعمل كميه كبيره قوي، يعني كميتها كبيره وهتقعد معايا. بصوا هتملي لي البطرمان ده، بصوا البطرمان ده قد ايه، 65 جنيه سمسم، الدقيق عندي في البيت، الزيت عندي في البيت، يعني ما كلفتنيش. فحاجه نظيفه، حاجه عمليه، حاجه حلوه، حاجه اقول لك ايه. والطحينه كلنا في يعني بنحتاجها جنب شويه اكل، جنب سمك، جنب تعملي بابا غنوج، اي حاجه بتعوزيها الطحينه. يا رب بقى الطحينه تكون عجبتكم، الطريقه تكون سهله عليكم، جربوها مش هتندموا. وما تنسونيش في اللايك، ولو ما اشتركش يشترك. كل سنه وانتم طيبين. انا هي بوريك، بصوا بقول لكم الكميه، بقول لكم بصوا الكميه قد ايه، يعني اقول لكم ايه، 5 اكياس من اللي الراجل كان هيدوني ب50 جنيه. لو انا حطيتهم في الكياس كده زي ما كان الراجل مديني الحبه ب50 جنيه، هيعملوا 5 اكياس. شوفوا بقى البرطمان قد ايه في التلاجة عندي وانا عاملاه ازاي وعاملاه بايه وعارفه محتوياته يعني. يا رب بقى ما تنسونيش في اللايك، يا رب ما تنسونيش بقى اللي ما اشتركش يشترك، ونصلي على الرسول كتير عليه الصلاه والسلام، وندعي كتير ونطلب من ربنا اللي احنا بنتمناه، وربنا يحقق لنا امنياتنا ودعواتنا ويهدي لنا اولادنا يا رب. واشوفكم بخير.